ظلها الان وتحت ظل اليو ان ساومتنا اما نرجع المعسكر عشان يدونا الاكل، لما رفضنا حرمونا من الاكل. حاليا زي ما شايفين انه العدد الكبير من النساء السيدات والاطفال انه ما في اكل، احنا هنا في الغابه لا في اكل، المويه بنشرب مويه من مستنقع، عباره عن مستنقع مليء بالضفادع، مليء بالاعشاب ومليء حتى التماسيح بنشرب منه مويه، يعني مويه راده، عباره مويه تحت السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت تتجمعت في بركه ونحن بنشرب منها. بجد يعني هنا اسوء عيد مر علينا في حياتنا العيد ده. المنظمات الانسانيه، منظمه اليو ان مسؤوليتك ان هنا تهت مظلتك، لكن للاسف حاليا نحن من دون اي مظله. نحن حاليا موجودين في الغابه من يوم 1/5 ما في زوجانا. اطفالنا جعانين يساومونا بالاكل. بس انا داير اذكر المنظمات الانسانيه بحاجه واحده، انه نحن الوضع اللي نحن فيه ونحن ما اخترناه. نحن جايين من حرب مضطرين. جينا فتحتوا لنا البوابه ودخلتونا، قلت لنا سيوية امنه. لما خشينا للاسف والاسف الشديد يوميا نحن بننضرب، اغتصابات، نهب. نحن حتى داخل الخيم ما بنقدر الواحد يطلع تليفونه عشان يتكلم. من المغرب يأذن كلنا نخش الخيم عشان ما يضربونا الاثيوبيين، عشان ما ينهبوا تليفوناتنا، عشان حتى وصلنا مرحله انه اختطاف الاطفال واختطاف الشباب وتحت تهديد السلاح يخلوهم انه يشتغلوا لهم. بجد احنا اصبحنا رهاين في اثيوبيا. منظمه اليو ان هل شغلك انك تجيبينا من السودان عشان اننا نكون رهاين في اثيوبيا؟ سؤال لمنظمه اليو ان، فتحتي لنا الحدود، هل اتفقتي مع الحكومه الاثيوبيه عشان نكون رهاين في اثيوبيا؟ الحاجه الثانيه الريد كروس اللي بتتدخل في حاله الطوارئ. اننا الان في حاله طوارئ، لا اكل ولا شراب ولا امن. بالامس القريب تم ضرب شبابنا ضرب مبرح، نزيف دم، يعني حتى عندنا جزء منهم احتمال يكونوا ماتوا، عندنا واحد احتمال يكون مات ما عارفين خبر شو. حتى هنا ما في دكاتره، ما في علاج. الغرق قريبه لما حاولت تتبرع لنا بالاكل شالوا الاكل وصادروا. السلطات الاثيوبيه صادرت الاكل، منعانا من اقل مقومات الحياه. نطلب من المنظمات الانسانيه بس طلعونا من اثيوبيا، اننا اثيوبيا ثاني ما بنامنها ولا بنقدر نقعد فيها. طلعونا من اثيوبيا، خلوا اجتماعاتكم اللي بتعملوا